حد يصدق ان الحواوشي ده معمول من غير ولا لحمة ولا فراخ؟ دوت معمول من غير لحمة ولا فراخ. ان شاء الله بإذن الله مع بعض هنعمل كل الاكلات الموفرة الاقتصادية في ظل الغلاء اللي احنا فيه دوت، وكله فوايد كتير جدا وينفع صيامي لاخواتنا الاقباط. حاجة نينجا بجد. تابع معايا الفيديو بإذن الله هتستفيدي. ما تنسونيش باشتراك في القناة وفعلي لي زر الجرس ليوصلك كل جديد، وحطي لي لايك فضلا وليس امرا علشان يرفع الفيديو بتاعي، واكتبي لي كومنت لو الفيديو عجبك. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. هنبدأ ببركة الله. جبت اي عيش عندي. عايزه اقول لكم يا بنات، العيش ده كان بايت اصلا من الصبح. جبته سخنته، اللي هو ينفع بس يتفتح معايا في الميكروويف، او انتي ممكن تعمليه في الفرن، بس ما تنسيش عليه علشان ما ينشفش مني. بصوا الخلطه بتاعتي يا بنات تحفه، كلها فوايد وحاطين بروتين على فكره. بصوا يعني خلال الفيديو انا هقول لكم مكونات الحشوة بتاعتنا. طبعا انا حشيت الرغيف بتاعي حشوة محترمة، اللي هو ياكل منه يشبع على طول. طبعا انت تقدري تحطي الكمية اللي حضرتك عايزاها، تزودي كمية تقللي كمية، لكن خطوات الخلطة بتاعتي لازم هنلتزم بيها عشان تديكي طعم الحواوشي الجبار. عايزه اقول لكم يا بنات، قسما بالله ولادي كلوه بألف هنا وشفا، عجبهم جدا عن الحواوشي اللي باللحمه. يعني مفيش شهاده اكتر من كده اعتمدها، ان انا اعتمد الوصفه ديت بعد كده في اي طريقه حواوشي. واحنا شغالين هقول لكم مقادير الخلطه بتاعتي لاني ما صورتهاش، انا جايبه لكم بس الطريقه. وبجد انا ما كنتش متوقعه او متخيله ان هو هيطلع بالحلاوه دي، علشان كده انا ما صورتش من اول الوصفه. لكن بجد لما لقيت ان الطريقة والوصفة كلها اديها 10 من 10، قلت لازم مش هبخل عليكم بوصفة زي دي واطلع اقول لكم تجربتي معاها. لعل وعسى حد يعملها وتعجبه ويدعي لي دعوة حلوة تنفعنا في الايام ديت. بصي يا بنات، خطواته كأنك بتتعاملي مع رغيف حواوشي بالظبط. هتحشيه وبعد كده طريقة تسويته هتسويه بالطريقتين المعتادين. انا سويت على البوتاجاز من فوق وسويت في الفرن. صراحة عجبني قوي نتيجة التسوية اللي في الفرن المعتادة اللي انا متعودة عليها، لان بيطلع مقرمش كده، لكن التسوية من فوق بياخد وش بسرعة. زي ما وريتكم في اول الفيديو، دي كانت تسويته على البوتاجاز من فوق، وبلاقيه طري شوية، لكن انا بحبه مقرمش سيكة كده. تعالوا يا بنات هقول لكم مقادير الخلطة بتاعتي. هي عبارة عن بطاطس وعدس بجبة. ازاي هنعمل الخطوات بتاعتنا؟ هنجيب البطاطس بتاعتنا، هنقشرها ونغسلها كويس جدا ونقطعها مكعبات ونسلقها بالطريقة العادية جدا. حطيها في مية وعلى البوتاجاز من غير اي اضافات خالص، تتسلق معانا كويس جدا. انا عايزاها تتهري معايا، ههريها يعني اللي هو هدوس عليها كده وههرسها. وبعد كده هجيب العدس بجبة العادي جدا بتاعنا يا بنات، اللي بنستعمله في الكشري، وهسلقه سلقة كاملة. وبعد كده هضيف البطاطس والعدس من غير اي سوائل نهائي، هتخلص من كل المية اللي فيها. بصوا يا بنات، لو انتوا ولادكم هيبقوا عندهم مشكلة ان هم يشوفوا شكل العدس بجبة، افرموهم فرمة كده في الكبة. ما عندكوش مشكلة زي ولادي الحمد لله، انا حطيتهم سلام زي ما هم، بس هرستهم كويس قوي بهراسة البطاطس. هنيجي بقى هنجيب اي طاسة او اي حلة، هنحط فيها شوية زيت، وهنجيب كمية بصل محترمة كأننا هنعمل عصاج بالظبط. هنشوح البصل لحد ما يغير لونه، هنحط
ملح وفلفل اسمر. غيرنا لون البصل، هننزل بالبطاطس برضو نديها تشويحتين، وبعد كده العدس بجبة تشويحتين. اهم حاجة بقى يا بنات البهارات بتاعتي، هنزل طبعا بفلفل اخضر، عايزة تحطي فلفل حامي تمام. البهارات بتاعتي كانت عبارة عن ملح، فلفل اسمر، كمون، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، سنة شطة. وحطيت كيس بهارات حواوشي، بيفرق قوي يا بنات في تست الطعم بتاعنا لان احنا مش حاطين لحمة. طبعا لو عايزاه يبقى زي اللي بتشتريه من بره بالظبط، هتزودي الزيت شوية زي ما هو باين في الفيديو دلوقتي، لكن انا عشان بحبه صحي شوية انا بقلل الزيت. يعني دول الرغيفين اللي انا عملتهم زي بره بالظبط. معاكي ده ومعاكي ده، امشي بخطوات الخلطة بالظبط، باذن الله هتعجبك جدا وهتدعيلي. انا بقول لكم ولادي عجبهم جدا عن حشوة العصاج العادية. بألف هنا وشفا يا بنات، سهلة سريعة متاخدش منك وقت. طبعا ما بقاش في حاجة دلوقتي اقتصادية، بس مقارنة بسعر اللحمة اقتصادية. ده شكله يا بنات، ده شكل التسوية اللي جوه الفرن، ده شكل العصاج بتاعي. والله العظيم انا قلت لولادي في اول ما شافوا الحواوشي ان دي لحمة مفرومة، صدقوه لحد ما كلوا وداقوا وعرفت رأيهم. بعد كده عرفتهم مكونات الخلطة بتاعتي. جربوها مش هتندموا، هتعجبكم جدا. ما تنسوش تحطوا لي لايك واكتبوا لي كومنت وقولوا لي ايه رأيكم في الخلطة بتاعتي، وبإذن الله هيعجبكم كتير. هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. مع السلامة.